لاعبين اخرين، غنتكلموا شويه على ابراهيم دياز، على اللاعبين الاخرين اللي يلعبوا مع الفرق اخرى. لعب شويه اشرف داري، عطيه الله، حمد الله اللي لعب 10 دقائق ولا ربع ساعه مع نادي الهلال. ربما الحصيله ديالك انت على اللاعبين الاخرين المغاربه في كاس العالم. وبالنسبه للاعبين ديال الاهلي المساكين هضرنا عليهم في فيديو سابق ديال الدور الاول، غادي نهضروا مثلا على اللي شاركوا في الادوار المتقدمه في ثمن النهائي وداك الشيء. المهم حمد الله لعب اعتقد واحد 20 دقيقه، ما كانش خايب، كان في المستوى، يعني كان عطى جوج تمريرات مفتاحيه، كان واحد التمريره منها كتجيب ضربه جزاء ما عليناش الحكم بحق خالد كوليبالي. ظهر بمستوى لا باس به، ما كانش خايب وما كانش ممتاز، ولكن ثلث ساعه ما كانتش كافيه. كان الاول انه دخل قبل، كان ممكن يقدر يتسبب لهم في شي هدف او شي قبل. على العموم كان الحضور ديالهم مشرف. بالنسبه للاعبين الاخرين انه كانوا علامه استفهام كبيره وكثيره، مثلا بحال ابراهيم دياز اللي فقد هذيك القضيه ديال اللاعب جوكر بعد مع انشيلوتي، كان هو اللاعب رقم 12 سوبر صاب اللي كان دائما اول بديل كيديرو كيكون هوايه، فدابا ولا هو البديل الثالث ولا الرابع. يعني يكفي انه مثلا في المباراه ديال الثمن النهائي والربع النهائي ما لعب حتى شي دقيقه، يعني سواء ضد اليوفي ولا ضد بروسيا دورتموند. في النصف النهائي دخل لعب واحد 25 دقيقه، حتى في الدور المجموعات ما لعبش حتى شي مقابله لعب فيها اساسي. وهذا كيبين بانه يعني المعدل ديال الدقائق ديالو كيتراجع بزاف، بانه شابي الونسو كيفكر في لاعبين اخرين كيعطيهم او لا يعولوا عليه على حسب يعني شنو خارج لحد الان يعني من الصحافه الاسبانيه بانه غير مقتنع بالمستوى ديالو. فبالتالي الحاجه اللي خايبه ربما هي انه يلا كان قبل ما يجي تشابي الونسو جدد العقد ديالو مع ريال مدريد. لا باقي ما جددش العقد، كانت نيه ديال الجديد مازال ما كانش اوفيسيال، باقي لحد ساعتين 2027، ولكن داير على اساس باش يزيدوا 3 مواسم ديال 2030، ولكن باقي لحد ساعه. دابا خاصو يجالس شابي الونسو باش يهضروا. اعتقد ما خصوش يتسرع، خاصه هناك انديه مهتمه به. كاين بايرن ميونخ ضرب لهم موسيالا، جاموا الموسيالا في كاس العالم تقريبا غادي يغيب عام. كاين انديه ديال الدوري الانجليزي، كاين لاسي ميلان. ففي نظري ما خصوش يتسرع، الا كان غيشوف راسو بانه حتى الموسم القادم غيكون غير مجرد لاعب احتياطي ما يلعبش بزاف، وخاصه انه كينتظروا الكان وخاص عنده تنافسيه كبيره. من الافضل يمشي شي نادي اوروبي من الانديه اللي كتنافس على الالقاب، الانديه اللي على الاقل كتكون مع الثلاثه الاولين، يمشي باش ويكون اساسي فيها ويلعب اكبر عدد من المباريات على انه يكون لاعب احتياطي في ريال مدريد. لو ان شابي الونسو كيقول لا راه لاعب وقاش هو كيفكر في المصلحه ديالته، موسم طويل ريال مدريد كتنافس على جميع الجبهات، غادي يحتاجوا. ما نساوش ان جيت بيلينغهام غيدير عمليه جراحيه للكتف ديالو، غتغيب واحد 3 شهور حتى 4 اشهر. مودريتش مشى لاسي ميلان، رودريغو في طريقه الى مغادره النادي، ولكن رغم ذلك كيبان لنا راه لاعبين اخرين يقدروا هما اللي غادي يلعبوا، بحال اردا غولير، غونزالو غارسيا غادي يكون داخل في المنظومه اللي هو راس حربه، ولكن غيولي داخل مع فينيسيوس جونيور وكذلك مبابي. وهذا الشيء اللي كيخلي ان الفرص ديال ابراهيم دياز غاديه وكتقلال. ولهذا خصو يفكر مزيان ابراهيم دياز قبل ما يتخذ شي قرار، باش يفكر واش يبقى مع الريال ولا المصلحه ديالته والمصلحه ديال المنتخب انه يمشي لنادي اخر حتى هو تنافسي ونادي قوي وكبير. ربما اردا غولير لاحظنا دابا ما بقاش منافس مباشر ديالو، لانه في الطريقه اللي كيلعب بها دابا تشابي الونزو رجعوا فريمون في الوسط الميدان، يعني كيلعب بحال شي 8 ولا شي 6 حدا ديفونس بالفعل. دونك الا مشى رودريغو كنظن انه الا مشى رودريغو وزتي ربما شي يكون عنده الحظوظ انه ابراهيم دياز انه يلعب اكثر، لانه هذيك سا ديبون توجور ديال الخطه اللي غيلعب بها تشابي الونزو. لانه المشكله الكبيره دابا ديال ريال مدريد وديال تشابي الونزو هو انه اللاعبين القداميين المهاجمين ما كيجريوش، ما كيبريسيوش، يعني ما كيدافعوش. فهذا هي المشكله. مثلا بالعكس ديال باغي سان جيرمان مثلا اللي المهاجمين ديالها كنا كنشوفهم كيفاش كيجريو. فبالتالي اليوم الاداره ديال ريال مدريد وجميع يعني الصحافه اللي خرجت ان الاداره ديال ريال مدريد عطات لتشابي الونزو يعني جميع الدعم انه اللاعب اللي ما غاديش يكون في المستوى يقدر يحطو في البونطوش وما يلعبوش. وهنا بخصوص الذكر كانت كيتكلموا بطريقه واضحه، كيتكلموا على فينيسيوس جونيور وعلى كيليان مبابي. واحد الاحصائيه ربما غادي نتكلموا عليها،
السنه الماضيه في عصبه الابطال الاوروبيه. فشكون هما بالنسبه لك، شكون هما جوج اللاعبين اللي جراو اقل في ربع النهائي؟ هاد الجوج اللي ذكرتي، هاد الجوج اللي ذكرنا يعني معايا. فوالا مبابي كيجري في عصبه الابطال 8 كيلومتر في الماتش، في حين ان لاعبين اخرين مثلا هاري كين ولا محمد صلاح ولا مهاجمين او لا حتى هالاند اللي كيحسب لنا بانه راه ثقيل ولا شي حاجه كيجريو 10 11 كيلومتر. كاين مشكل كبير اليوم في ريال مدريد في الهجوم. ربما تشابي الونزو خصو يلقى الحل ديالو، ويقدر يكون من المفاتيح ديال الحل هو انك تلعب ايضا ابراهيم دياز، لانه واخا كيبقى واحد اللاعب اللي كيعطي للفريق، يعني شي كيحاول يعطي المجهود ديالو، كيجري حتى هو. خاص غير تكون في الثقه فيه، او لا كما قلتي يمشي يشوف يلقى راسو شي نادي اخر، لان عنده المستوى بكل تاكيد. بالفعل امين، ذكرتي نقاط مهمه. دابا التوجه اللي ولا دابا هو ان المهاجمين خاصهم يبداو يجريو ويضغطوا. باريس سان جيرمان اقتنعت بها اخيرا، لانه تا هما كان عندهم نيمار وكذلك مبابي وميسي ودي ماريا، ما كانش كيجريو بزاف، ما كانش كيدافعوا، كانت الفرق مقسومه على جوج كما وقع الريال مدريد واحد الوقت. ولكن ملي حيدوا دوك اللعابه وجابوا لعابه اللي كيديروا الادوار الدفاعيه والهجوميه، تحسنت باريس سان جيرمان. نفس الشيء بالنسبه لريال مدريد. هنا شابي الونسو خصو يستغل ابراهيم دياز، لانه شابي الونسو في كاس العالم راه شكر اردا غيلا، ولكن في نفس الوقت قال لهم راه ناقصوا الجانب الدفاعي، راه ناقص دفاعيا. ومبابي ودا ابراهيم دياز راه افضل. كان قال كارلو انشيلوتي هو مدرب ايطالي وكيفهم مزيان في الكره، قال لهم في التركيبه البشريه اللي عندي في هذوك المهاجمين كلهم اللي عندي ابراهيم دياز هو افضلهم في الشق الدفاعي. قال لهم كيعرف يضغط مزيان وكيعرف يسترجع الكره، فخصو يعرف يستغله. ابراهيم دياز يقدر يلعب في البوست ديال الجديد ديال اردا غيلا، يقدر يلعب لاعب الربط، يدير لك التمريرات البينيه ويضغط، فهمتي. بالاضافه الى انه يقدر يلعب جناح في المركز الجناحي ويلعب مهاجم مساند، خاصو يثق فيه. ولكن حتى ابراهيم دياز الا دخل خصو يكون طايق في راسو، ما خصوش يدير راسو انه كيخدم او لا كيلعب لصالح الاخرين. مزيان يكون هذاك كتلعب على الاجل الاخرين، ولكن مره خصو يكون واحد اناني، مره خصو يماركي ويدير تمريرات حاسمه ويبين بانه كيستحق. وحاجه اخرى، هذيك الظرافات بزاف ديال ابراهيم دياز خارجه عليه، وخرب الفكره بانه راه رومبلاسون، يعني بحال اللي متقبل الفكره ديال انه رومبلاسون. بالفعل لان اردا غيلر كثرت الاحتجاجات ديالو، كيخرج للصحافه الاسبانيه والصحافه التركيه وكيهدد بانه غادي يمشي. الا خلات كارلو انشيلوتي يلعبوا دابا شابي الونسو يلعبوا، كيعطي الفرصه، فحتى هو خاصو حتى هو يهضر، يدوي على راسو كما تيقول لك. وخاص الوكيل الاعمال ديالو. المشكل دابا الوكيل الاعمال ديالو هو باه، هو الاب ديالو. دونك خاص الوكيل الاعمال ديالو حتى هو يضغط، فهمتي، يضغط ويهدد بانه الا ما غاديش تلعبوا ولا ندير فرقه اخرى وعطوه حقه الى اخره. فخاصو يعني خاص كل شيء يعني ابراهيم دياز يتحرك داخل الميدان، خاصو يحركوا كذلك الاعلام باش يساندوا ويضغط على الاداره ديال الريال وعلى شابي الونسو باش يمكن لانه سينو الا ما خدمتيش حاجه في هذا سميتو يغادر النادي. كما قلتي راه باقي الشهرين تقريبا لنهايه الميركاتو، ونتمنوا انه يعني ابراهيم دياز يلقى الحل بسرعه، لاننا محتاجينه بزاف. ابراهيم دياز في المستوى الكبير في كاس افريقيا، لانه يجيك ابراهيم دياز لاعب 3 ولا 4 المقابلات يعني في كاس افريقيا، حتى راه حنا غتغمض عينيك كتحلها، راه هي سبتمبر اكتوبر نوفمبر 3 شهور عنده، يعني بقى 5 شهور السيمانه بالضبط. اكزاكتومون. فبالتالي نتمنوا انه لقاو حل. حاجه امين، ما حنا كنهضروا باش نختموا كاس العالم، كنهضروا على ابراهيم دياز، باش كاين واحد 2 لاعبين صغار وكيعرفوا كيفاش يضغطوا. فيوسف بن الخديم ما كيلعب حتى شي دقيقه مع ريال مدريد، فكر بانه مصلحه ديالته انه مزيان العظمه ديال الفريق ديال ريال مدريد، ولكن ماشي خصو يبقى في ورقه المقابله وكتسمى على لاعب ديال ريال مدريد. فدابا انتقل ديبورتيفو الافيس، فرقه في الدرجه الاولى في الليغا، 4 مواسم مع احقيه الشراء ديال ريال مدريد بعد مرور موسمين انهم حققوا الشوف. مزيان عليه، مزيان الظهير ايسر باقي صغير، عنده يلاه كمل 20 سنه. كذلك حتى ادم ازناو كان معول على كاس العالم الانديه، يلعب دقائق، لعب فقط 8 دقائق في الماتش اللي ولد اوكلاند، من بعد ما لعبش دقيقه. ولكن هو من ذاك النوع اللي كيخرج كيبينها، سواء الاعلام في التصريحات ديالو في الانستغرام كيبين بانه ما عجبوش حال، بانه خاص يخرج الى اخره. فكاين اهتمام ديال نادي خطافي انهم باغيين يجيبوه، وكان اهتمام ايضا من الانديه ديال الدرجه الثانيه في المانيا، هامبورغ وكولن.
فهذه مزيانه لانه كيفكر بانه في المصلحه ديالو، كيفكر انه الا بغى يكون في النهائيات ديال الكان في اللائحه النهائيه خاصو يلعب، والا بقى مجرد لاعب احتياطي المستوى ديالو غادي يتراجع، وبطبيعه الحال ما غاديش يتنادى عليه المنتخب بطبيعه الحال. اذا ربما شي نقطه اخيره باش نسدوا الموضوع ديال كاس العالم على اللاعبين الاخرين. اعتقد هذوما اللاعبين البارزين اللي تكلمنا عليهم. فالان